تخيل ان الغرب دلوقتي في ناس كتير جدا منهم اتأثروا بسبب اللقاء اللي عمله باسم يوسف، وبقوا يطلعوا يعملوا فيديوهات رد فعلهم. في ظل الانبهار الكبير ده منهم تلاقي ناس من العرب كاتبين في التعليقات الانجليزي بتاعه مش حلو واللهجه بتاعته تحسها مصريه. لا ثواني، لهجه ايه؟ ده الموضوع كده بدأ يتحول لمرض عندنا. هو احنا ليه اصلا بنتعلم لهجه؟ عشان لو قابلك مشهد زي ده في فيلم امريكي كلمة hour ده نطقها لوحدها، لكن في وسط جملة في الفيلم نطق حرف الار ودمجها في الكلمة اللي بعدها. فانت لو معاك لهجة امريكية هتقدر تفهم افلامهم في حالة الربط. طب انا مش معايا لهجة امريكية وبتكلم انجليزي مصري عراقي جزائري سوري، اقدر اعمل بيه ايه؟ تقدر تعمل بيه كتير. تقدر تلف بيه العالم لو انت بتعشق السفر، تدافع عن قضيتنا زي ما عمل باسم يوسف، او تقدر انك تصنع منه ملايين في اي مجال بتحبه، او ممكن تكون زي ارنولد حاكم ولاية. فيا صديقي لو انت لسه بتتعلم انجليزي فقدامك فرصة حلوة جدا تحط السكر على الشاي. لكن المبالغة اللي بنشوفها في التعليقات دي ما هي الا مرض وعقدة خواجة لازم يتصرف لها علاج.